بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، أيها الأحبة الكرام من كل مكان، متابعينا مشاهدينا عبر قنوات السيسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم مباشرة إلى ملعب دو الغاربي، الملعب الذي استضاف نهائيات أوروبا 2004 وكانت أبرز مباريات هولندا السويد، المباراة اللي انتهت لصالح هولندا بركلات الترجيح. النصر في مباراة الليلة يتقدم نجوم كريستيانو رونالدو، حشد جماهيري كبير من جماهير بنفيكا، بعضهم ارتدى شعار النصر شكرا وعرفانا وامتنانا لنجم كريستيانو رونالدو على ما قدم لكرة القدم البرتغالية مع منتخب البرتغال. لا شك بأنه لم يتكون يوما ما مع بنفيكا، تكون في سبورتنج لشبونة، لكنه كل الحب والتقدير لكريستيانو رونالدو عند كافة الجماهير. صهلولي ثم لعب المباراة الودية الثالثة أمام سيلتا فيغو وخسرها 5-0 في مواجهة قدم الفريق فيها. انطلق غريب، وصل غريب، لعب كرة عرضية إلى تاليسكا وتسديدة أولى في المباراة عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية، وفرصة أولى رائعة للنصر. النصر في انطلاقة كانت رائعة من عبد الرحمن غريب، التمريرة تركها رونالدو، ثم بعد ذلك تحولت الكرة إلى خارج، ثم الكرة تعود من جديد إلى عرضية في منطقة الجزاء، الراسية عدت إلى خارج أرضية الملعب. نحذر الراسية هذه المرة من أنطونيو سيلفا قائد الفريق المتقدم من خط الدفاع في منطقة الجزاء، شارك بالراسية الماضية اللي مرت إلى خارج لقب الدوري البرتغالي. الكرة اللعب على الجهة اليسار، المحاولة خطيرة العرضية والتسديدة إلى نواف العديدي. رونالدو إلى بروزوفيتش، بروزوفيتش يمرر كرة رائعة باتجاه تاليسكا، تاليسكا أعطاه لرونالدو، رونالدو انطلق، شق طريقة رونالدو وتسديدة لكنها واصلة إلى حارس المرمى أوديسياس. حارس المرمى أنقذ الفريق للمرة الثانية الآن. أوديسياس صاحب 29 سنة اليوناني من مواليد ألمانيا. مخالفة، ركلة حرة مباشرة والكرة ملعوبة لكنها واصلة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. الفرصة لبنفيكا مرت إلى خارج أرضية الملعب، حاولوا معها مخادعة نواف العقيدي لكن الكرة عدت إلى ركلة. ألكسندر با يلعب الكرة بوسط الملعب إلى أوركان كوكتشو، أوركان كوكتشو يلعب كرة في الجهة اليسار خطيرة. ديفيد يوراسيك لعب كرة عرضية رائعة لمنطقة الجزاء لكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا ما كنا نحذر منه وما زلنا نحذر منه دفاعات النصر، الكرات العرضية. بنفيكا واصل الكرة خطرة عرضية لكنها عند المدافعين أبعدت، ثم تسديد. الله يا نواف، الله يا نواف، الله يا نواف. العقيدي تألق في الكرة الماضية، أبعدها. فرصة على الجهة اليمين لصالح بنفيكا، الانطلاقة من دي ماريا، دي ماريا يلعب كرة عادت من جديد لدي ماريا. مرور كان رائع من دي ماريا، ثم تسديدة باتجاه مرمى نواف العقيدي بعد أن تمكن دي ماريا من المرور من الدفاع وواجه نواف العقيدي بشكل مباشر. تمكن من تسجيل الهدف الأول. أنخيل دي ماريا النجم الأرجنتيني تمكن من تسجيل الهدف الأول في اللقاء. قلنا بأنه الدفاع عليه أن يحذر كل الحذر من هذه الكرات العرضية القصيرة اللي يلعبها عناصر بنفيكا. يلعب كرة في وسط الملعب إلى أنخيل دي ماريا، دي ماريا مع الكرة من جديد، دي ماريا يلعب كرة طويلة بالأمام، الكرة لصالح بنفيكا خطيرة، تسديدة. هي آخر مباراة الكرة اللعب لصالح بنفيكا خطيرة من أجل هدف ثاني، الكرة ضاعت. حكم المباراة سيد دوراتي أعلن عن هدف آخر لبنفيكا. نعم، أعلن عن تسجيل هدف ثاني لبنفيكا. إذن ثاني الأهداف جاء عن طريق غونزالو راموس. غونزالو راموس من سجل ثاني أهداف الفريق في مباراة الليلة، اللي تلقى تمريرة من دي ماريا ثم تمكن من تسجيل ثاني أهداف الفريق بعد مضي نصف ساعة أولى في زمن شوط المباراة الأول. دوراتي أعلن عن هدف آخر لبنفيكا، مطالبة من عناصر النصر بأنه هذه اللقطة فيها تسلل، على ما يبدو بأنه نعم
كان فيها تسلل اللقطة بغض النظر إذا كانت تأسيسة ب4 سنوات. كرة إلى رونالدو، رونالدو في كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. 2-0 النتيجة، والكرة الآن فيها هدف ثالث. بنفيكا في الوقت الذي كان مخرج اللقاء ينشغل بالهدف الثاني لغونزاليس، لم يعلم بأن غونزاليس هو الآن بالفعل على موعد لتكرار الفرح من جديد في المباراة ليضيف الهدف الثالث في اللقاء والهدف الشخصي الثاني بالنسبة لغونزاليس اللي تمكن من تسجيل ثاني أهدافه، والهدف الثالث في اللقاء لبنفيكا. المدرب الآخر هو القاسم المشترك بين النصر وبنفيكا، هو السيد روي فيتوريا مدرب النصر السابق. الكرة للنصر إلى عبد الرحمن غريب، وغريب 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 أو خالد الغنام اللي تمكن من تسجيل الهدف الأول. برافو يا خالد، برافو يا خالد، أعلن عن إمكانياته، أطلق مهاراته، راوغ في الكرة وسدد الكرة في الشباك. الغنام يسجل أول أهداف النصر وأول غنائم النصر. هدف غونزالو راموس اللاعب الأخطر، الكرة واصلة في منطقة الجزاء مبعد. الله يا نواف، الله يا نواف، الله على ردة فعل من العقيدي، أبعد كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. ما شاء الله تبارك الله على نواف، شوف ردة الفعل السريعة. بنفيكا إذا في هذه اللحظة أيها السيدات والسادة دوراتي أعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بتقدم بنفيكا ب3 أهداف مقابل هدف. لنا عودة بحول الله تعالى في أحداث شوط المباراة الثاني. لكم التحية والله ولي التوفيق. غالبا هذه الأسماء ليست حاضرة في شوط المباراة الثاني، لكن على مستوى النصر تحقيقا للقب الدوري البرتغالي بعد بورتو ب30 لقب وأكثر من 85 لقب بتاريخه. لبنفيكا منفذ الركلة الركنية، ريستيتش من جديد يلعب عرضية والرأسية مرت إلى خارج أرضية الملعب. الدوري البرتغالي بمتوسط 52 ألف متفرج في مبارياته بالدوري البرتغالي. سلطان الغنام يلعب كرة عرضية، ترجع مرة ثانية الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية مع مطالبات من سلطان الغنام بأن فيها استحقاق ركلة جزاء هذه الكرة، وبأن الكرة لمست يد ريستيتش الكرة الماضية، لكن حكم اللقاء يرى بأنها ركلة ركنية لا يستحق معها أكثر من ذلك، رغم أنه الإعادة بالبطيء توضح بأن الكرة قد لامست يد ريستيتش وقد يستحق معها النصر ركلة جزاء هذه اللقطة، لكنه حكم المباراة يرى بأنها اللقطة الماضية لمسة اليد الماضية لا تستوجب. على الجهة اليسار لصالح النصر تقدم من كونان، ثم العرضية واصلة لتاليسكا. الله، الكرة من تاليسكا إلى خارج أرضية الملعب بعد أن غابت الهجمات طيلة شوط المباراة الثاني. في أوقات طويلة من شوط المباراة الثاني جاءتنا الهجمة الآن للنصر من تاليسكا اللي تلقى تمريرة من كريستيانو رونالدو، لكن تاليسكا الكرة لصالح بنفيكا، عرضية إلى منطقة الجزاء. بنفيكا مع الكرة ومحاولة مرور، التمريرة والتسديد العقيدي أبعدها، وهدف هدف رابع يتمكن من بنفيكا الآن، الذي تمكن من إضافة هدف رابع في شوط المباراة الثاني بعد كرة تاليسكا اللي كنا ننتظر معها هدف ثاني للنصر في المباراة. نجد الآن بأنه بنفيكا من ينجح في الكرة ملعوبة في صالح بنفيكا على الجهة اليسار، الانطلاقة من الجهة اليسرى بعرضية، عرض الملعب خطيرة. نواف تألق ولام الله من لامك يا نواف. بصراحة مجموعة من الكرات كان يتألق فيها نواف العقيدي بهذه المباراة. كرة اللعب طويلة بالأمام، كرة تصل على الجهة اليسار، محاولة للنصر وفرصة رونالدو، كان في لقطة كريستيانو رونالدو يواجه فيها صامويل، فشل رونالدو في تسجيل أول أهدافه
بتاريخ مواجهته من أمام بنفيكا. الكرة اللعب فقط هدف واحد تمكن من إضافته في شوط المباراة الثاني، ثلاثية كانت بشوط المباراة الأول، إبعاد للكرة إلى خارج أرضية الملعب. مرور وانطلاقة في منطقة الجزاء خطيرة، نواف تدخل، الكرة ما زالت خطرة ليسكا لبروزوفيتش مرة أخرى في الجهة اليمنى. بروزوفيتش تقدم للأمام، لعب تمريرة في فرصة قائمة لسليهم، تسديدة لكنها واصلة عند صامويل، واصلة عند صامويل، تسديدة سليم حلوة.